السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نتكلم على جوج د المواضيع. الموضوع الأول الإعلام الجزائري والإمام والشعب الجزائري، والموضوع الثاني كيخص الفلسطينية المراهقة اللي سبت المغرب والمغاربة. بالنسبة للموضوع الأول ديال الإمام، صراحة هذا الإمام كلنا تعاطفنا معاه كمسلمين في الاول. كنبقاو مسلمين، ما قلناش هذا واش جزائري ولا مغربي ولا تونسي. اولا كان امام مسلم، وتعاطفنا مع اللقطه اللي برهنات على سماحه الاسلام، برهنات على واحد الرساله كاننا مسلمين، ماشي ارهابيين. ولكن للاسف هذا الامام هذا، وكان هذه القطه فضحاته، حلت الناس، حلت العينين عليه، وكأن قالت للناس اجوا نبشوا في الماضي ديال هذا الامام، اجوا شوفوا شنو كيقول هذا الامام. هذا الامام هذا اللي خرج قبل يعني من الفيديو ديال القطه، او ما عرفتش انا بالضبط التوقيت ديال الفيديوهات اللي خرج، انه كي كيطعن في المغاربه. انت كامام صراحه، كامام انت قدوه، خاصك تكون قدوه للمسلمين، خاصك انت تحاول تقرب بين المسلمين ماشي تبعد بين المسلمين. انت كامام خاصك تكون، الرساله ديالك هي انك تقرب بين الاخوه. ما تجيش انت تكون يد او دميه في يد الكبرانات باش تضرب بها اخوانك المسلمين من الناحيه الثانيه. لانه هاد الاخوه المسلمين اللي عندك في الناحيه الثانيه راهم اصهار ديالك، نسابك، يعني ابناء العمومه ديالك، جاهدوا معاك، حرروا معاك الارض ديالك. وفي الاخر انت نضتي كتهضر بذاك الطريقه، يعني وكان هذا القط فضح الوجه الثاني ديالك، خرج للناس قال اجيو نشوفوا هذا الامام المنافق، هكا نقولوها امام المنافق. وكثير منهم المنافقين، يعني ما غاديش نعمموا، ولكن سبحان الله هذا القط كشف لنا واحد الوجه الحقيقي ديال واحد المنافق. نفس الموضوع يعني مع الاخوه الجزائريين. ما عرفناش فينا نبقاو نصنفوهم واش اخوه ولا اعداء، لانه يحس في القلب انه تشوف الاعلام الجزائري يسب. يعني شوف المهنيه ديال الاعلام، المهنيه ديال الاعلام تحت الحضيض، ولاو بالسب مباشره، يعني ولاو كيقذفوا مباشره. والمشكله يعني احنا غنقولوا الذباب راه اصلا جزائري، يعني من بني جلدتهم، يعني جزائريين من الشعب الجزائري. وللاسف كذلك الجزائريين موافقين وراضين على ذاك المستوى الدنيء ديال الاعلام الجزائري اللي كيقذف وكيسب يعني. يعني ما احنا الكرامه ديالنا دائما مرفوعه الحمد لله، الناس كيعرفوا كرامتنا، كيعرفوا قيمتنا. ما غاديش نقولوا راه طيحوا من كرامتنا، لانه خير اجابه للسفيه هي السكوت. وحنا ما غاديش نبقاو دائما تنجاوبوا السفهاء. هي هو كنذكروا هاد السفهاء ما يبقاوش يتفاخموا علينا بانهم مسلمين، لانهم كيضربوا في حرمه رمضان، كيسبوا في يوم الصيام. يعني ناس بلا بلا فيهم، غير الهضره بزاف. احنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وكن هي مع جارك بعدا. هاد فلسطين شنو درتي لها؟ فلسطين اللي راك ظالم ومظلوم معاها، شنو درتي لها؟ على ذكر فلسطين غادي نمشيو لهاد الاخت المراهقه الفلسطينيه اللي ناضت تسب المغاربه. بعض الاخوه صراحه كنتفق معاهم انها هي نفسها اللي كانت كتسب عند سعد الشرعي، وبعد المقارنه ديال الصوت ديالها مع هذاك الصوت الاخر، فهي للاسف حنا كمغاربه خصنا نحبسوا ذاك الروبينيد المحنه وذاك الكرم كاينين، خصنا نعطيوه للناس، ونعطيكم ناس اللي غادي يستحقوه. مصريين خوتنا وظهروا على ذلك تقريبا في المونديال بقلب ويعني بعفويه. اليمنيين، قطريين نفسهم، الاماراتيين، الخليج عموما، يعني الخليج عموما، السودانيين، يعني في جميع انحاء الوطن العربي باستثناء. يعني حتى الفلسطينيين الاخوه ديالنا في غزه وكل شيء فرحوا لينا باستثناء، يعني نقولوا قله من الجزائريين والتوانسه شويه، ولكن كاين اللي فرح لنا، ما غاديش نعمموا. هاد الاخت هذه اللي عايشه في المغرب وكتاكل من تراب المغرب،
يعني من ارض المغرب، وتخرج تسب المغاربه، فهذا عيب، هذه قله التربيه. باش الاب ديالها يخرج ويقول المغاربه ماشي ضربوكم، ضرب ديال من؟ ما بغيتش نقول شي كلمه ماشي هي هذيك، ضرب ديال من؟ ديال باك انت راك لاجئ عندنا. حنا عارفين القانون ما غاديش يطردك على هاد السفاهه اللي درتي، ولكن انا شخصيا غادي نطالب من المغاربه ينبذوك، خليوك وحداني تما، التعامل يقاطعوه معاك. لك ترجع تقاطعوا التعامل مع هذا الانسان اللي جا خرج عاود ما يوري بنته الخطا ديالها، خرج كيسب وتا هو كيعرعر. وفين عايش في بلاد ديال المغرب اللي هي اللي قويه. لا تجي اللي كتقولي انت فلسطين متطوره، ما بغيناش نهضروا، لان ما بغيناش نقولوا، ما بغيناش نتكلموا على الفلسطينيين عموما، ولكن غادي نتكلموا على ديال هذا التطور، ديال هي اليوم تقصف ولا غد ليه كتبنى بفلوس باك. لا يقولي لي واش كتبنى بفلوس باك؟ ياك العرب كاملين وعلى راسهم المغرب، على راسهم المغرب هو اللي كيتكلف لكم بالمستشفيات، كيتكلف لكم بالمدارس، كيتكلف لكم بالتعليم. شنو كديروا نتوما؟ شنو كديروا؟ انا ما فهمتش شنو كديروا. ياك الحكومات ديالكم مطبعه، الحكومات ديالكم قاتلين مع بعضياتكم، شنو كديروا نتوما؟ الا كان فيكم النفس اللي كتقولوا هذا المغرب ما زوينش، لا ما زوينش، زوين لينا حنا كمغاربه، خرجي منه، خرجي منه، لا انت ولا باك. هذه هي الرساله ديالي لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.